فاطمة فتحي بتسأل ليه يا دكتور أدوية النحافة غالية قوي وليه مفيش شركات أدوية بتعمل علاج للنحافة؟ السؤال ده مهم جدا لدرجة إن كل ما أجي أنزل له فيديو ألاقي حاجات كتير بتعطلني، بس كويس الفرصة جت. هشكرك على السؤال يا فاطمة أولا، عشان أنا لما جيت أعالج النحافة فلقيت في الأول لها جمهور كبير جدا عشان كانوا مظلومين، ما كانش في دكاترة بتدور على حالات النحافة عشان مفيش أدوية تساعدهم على التغيير. ببساطة لما اجتهدنا بالترياكتين والاسبازمودايجستين والفيروجلوبين والاوستيوكير والبودر الجميل بدأ التغيير والناس بدأت تجيب نتيجة، فبدأ في أدوية أنا بجتهد في إني أوظفها فبقيت أميل للأرقى والأقوى والأأمن والأسرع والأريح والأوفر، بس عشان الأدوية دي مستوردة سعرها هيبقى غالي جدا، ده غصب عننا. كمان عشان نعرف نستخدم الأدوية دي فاحنا محتاجين حاجتين. حضرتك لما تبدأ الكورس بتاعك اوعى توقف غير لما توصل للمرحلة اللي انت عايزها عشان ما تعيدش من الأول وتصرف تاني. كمان اعرف ان دي الفرصة الوحيدة المتاحة قدامي في ان انا اغيرك، ان انا اجمع لك اكبر كم فيتامينات جوه ادويه ما تلخبطش هرمونات وتكون بتظبط النفسيه وبتغير المقاسات وبتدي لك باور وطاقه وبتزود العضلات. عشان كده بنطلب من كل شركات الادويه جوه مصر وبره مصر ارجوكم ركزوا مع حالات النحافه وبسرعه جدا. جمهورهم كبير جدا ومظلوم جدا وبيعاني جدا، كفايه ان هم ما بياكلوش، كفايه ان هم ما بيستمتعوش، كفايه ان هم ما بيناموش، كفايه ان هم ما بيخرجوش. ناس مظلومه وعايزه اللي يساعدهم، فانتوا ساعدوني في ان انا اغيرهم. كل اللي مطلوب منكم تبداوا تعملوا لنا منتجات كويسه جدا، وانا قلت لكم الفكره في كل الفيديوهات انا عايز ايه بالظبط، وانا بكلم الحالات بتاعتي في الفيديوهات ببقى بكلم شركات الادويه كمان، بس حالات النحافه اللي بتشوف الفيديو ده لازم تساعدني وكلها تشير الفيديو عشان يوصل لاكبر كم من شركات الادويه عشان يبداوا يعملوا لكم منتجات. ولازم تكتبوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، ولازم تشوفوا باقي الفيديوهات.